المعدين الجزء الأول، ظرف أسود، نوايا بريئة وسقوط حر، ليالي أوجيني، ولد الغلابة، وحواديت الشانزليزيه. بينما في مجال السينما شاركت في بعض الأفلام، منها المعدية، صاحب المقام، ورأس السنة، باب معزول، أعز الولد، 30 مارس، كاملة، و11/11، وداعا حمدي. نالت العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشوارها الفني، منها جائزة النقاد من مهرجان الفضائيات العربية كأحسن ممثلة دور ثاني عن دورها في مسلسل ليالي أوجيني. الفنانة القديرة إنجي المقدم ولكن للأسف هي اعتذرت عن الحضور لظروف التصوير. كريم قاسم ممثل مصري من مواليد 8 أكتوبر. والده هو المخرج والممثل والمؤلف أحمد قاسم. تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرس التمثيل والإخراج المسرحي. خلال دراسته بالجامعة اختاره المنتج حسين القلق ليكون أحد أبطال فيلمه أوقات فراغ، والذي احتفل به الصحافة المصرية وقت صدوره، حيث إنه يجيد التنوع بين الأدوار الكوميدية والجدية، وقدم شخصيات متعددة من مختلف الطبقات والمواقف الاجتماعية. شارك بعد ذلك فيما يزيد عن 30 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما التلفزيونية. ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها ولاد رزق، وبتوقيت القاهرة، كذبت كل يوم، ولاد رزق 3، القاضية. أما في مجال الدراما التلفزيونية فشارك في عديد من المسلسلات، منها خاص جداً، الجماعة، نصيبي واسمتك 3، المشهد الأخير، يوتر، زنهم. لديه أيضاً نشاط على صعيد الإنتاج والمشاركة في الأفلام القصيرة، منها مربى درينج، وقام بإنتاج فيلم قصير بعنوان الحفرة. الفنان القدير كريم قاسم لارتباطه أيضا بظروف التصوير اعتذر عن الحضور. وشاعر مصري حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان عام 1998. عمل صحفياً ومحرراً بعدد من الصحف. كانت بدايته السينمائية من خلال تأليف فيلم عمليات خاصة عام 2007، ثم مسلسل الرسوم المتحركة سوبر هنيدي. أبرز الأفلام التي ألفها طير انت، نظرية عمتي، يوم ملوش لازمة، وكابتن مصر عام 2015. بينما كتب بعض المسرحيات، منها شكلها باظت، يا طالع القلعة، لما كنت مراهق، وشغل عفاريت. أما في مجال الدراما التلفزيونية فقد كتب المسلسل الإذاعي دفعة محمد صلاح، كما كتب عدداً من الأغاني لكبار المطربين منهم أصالة ورامي صبري. كذلك له تجربة في مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج مصري أصلي، وصدر له عديد من الكتب والدواوين الشعرية، منها بعد ما ينام العيال، مجموعة قصصية، ومجموعة دواوين شعرية أبرزها لابد من خيانة، عرفوا بالحزن، وضع محرج، قهوة وشوكولاتة. أيضا اعتذر الكاتب الصحفي القدير عمر طاهر لظروف صحية، وهنستأذنكم لصورة جماعية. الموجودين وهنتابع مع بعض دلوقتي فيلم تسجيلي عن